خلينا نبدأ البوكس بأول حاجة وهو يعني مش غالي قوي يعني. فنبدأ بأول حاجة. هو في حاجات كتير هنا. هو ده يا جدعان، أنا بقول لهم جيمنج. هو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا رب تكونوا بخير، ورجعنا لكم فيديو جديد من قناة منقذ الفيف. الواد ده اكتشاف. مش منقذ الفيف، لا تبقى منقذ فلوس عشان ده أول فلوس لينا على القناة، وإن شاء الله يعجبكم. أول فلوس طبعا صارفين ومكلفين. انت بتقول ايه؟ في الفيديو النهارده بكل اختصار جبنا صندوق عشوائي من أمازون مصر. هنجربها، هنشوف التجربة يعني من أمازون مصر. انتوا عارفين يعني من 6 شهور كده ولا حاجة أمازون جت في مصر، فاحنا طلبنا الصندوق العشوائي ده، وقيمته يعني قيمته 500 جنيه يعني ما يقارب، مش عارف، بس هو 500 جنيه يعني. هو بالعمله المصريه يعني مش بالدولار ولا حاجه. لو عايزين هنقول لكم التجربه كلها عن امازون مصر، تكتبوا لنا تحت في التعليقات وتدينا لايك على الفيديو. تمام؟ اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. هو في ما كده بتقدرني. اول حاجه انا فتحت البوكس هنا. اللي استغرب انت فاتح البوكس ليه؟ انا فتحته عشان ما اجيبش مقص او اي حاجه واليوتيوب يديني علامه صفراء على الفيديو وما اخدش علامه صفراء. تقول لي ليه المقص ما فيهوش حاجه يعني كده ولا كده؟ لا، عشان انا محتوايا لما انا يعني سني لسه ما خطاش 18 سنه، فاليوتيوب عامل لي انا مصنفني للفئه العمريه الصغيره زيي. تمام؟ فخلينا نبدا البوكس باول حاجه وهو يعني مش غالي قوي يعني. فنبدأ بأول حاجة. هو في حاجات كتير هنا، بس أكتر حاجة لفتت انتباهي كده، مش عارف هما حاطينه ليه أساسا، بس مش مهم. هنا في واحد، التاني، التالت، وآخر معانا الحاجات دي مش عارف حاطينها ليه أساسا. خلينا نبدأ بالحاجات الصغيرة دي المتفرعة، مش عارف ده حاطينها ليه، بس أنا لقيتها كده يعني مش محطوطة في أي كيس، أنا لقيتها في البوكس على طول. تمام؟ وده سبينر. أحط لكم أسعار الحاجة هتظهر لكم في الشاشة هنا. أحط لكم الأسعار بتاعت البوكس اللي هي 500 جنيه وأشوف الأسعار دي هتعمل كام. تمام؟ أخش لسه أشوف على أمازون وأقول لكم. تمام؟ ده هو السبينر، ملوش لازمة بالنسبة لي. تمام؟ ودي مش عارف ليه حاطينها برضو، يمكن يكون في حاجه هنا ناسينها يعني، ناسيين منها البتاع دي فحطوها، فنشوف برضو. وده مش عارف ايه هو. ده برفيوم، مش عارف جايبينه ليه اساسا. هو بيسالوك يعني انت عايز البوكس ده ايه، فانا بيسالوك شويه معلومات عن نفسك، فانا قلت لهم ان انا يوتيوبر يعني ستريمر وفلوجات وكده، فهم المفروض يبعتوا لي حاجات خاصه بالفلوجات والقناه وكده. انا مش عارف انا بعتين ليه ليه، مش عارف ايه دي اساسا جايبينها ليه. خلينا نبدأ بالكيس الصغير. بس الكيس كده الصغير، نبدأ بالكيس الصغير اللي مقطوع وخلص البلع. شكل في حاجات خاصة بالجيمنج فعلا. هو ده يا جدعان، أنا بقول لهم جيمنج. هو ده. وبص أصلا الماتيريال، وبص ده واحد بيستعملها 500 مرة قبلينا، حاجة خرا خالص. مش حاجة تانية كده. مفيش الا البتاع ده، مش عارف ليه اساسا سيء جدا. انا مش عايز الحاجات دي طبعا، بس دول ممكن يكون عليهم مرضى شوية. ده أول حاجة معانا في البوكس. ده أعتقد إنه حامل مرن ثلاثي. يا جدعان جايبين دي معانا، مش عارف أنا ليه جايبينها ازاي برضه. أول حاجة يعني الحامل المرن ده جايبين معاه بتاعه. ده الحامل المرن يا جدعان زي ما انتم شايفين دوت، تعمل له حلو يعني، تصور بفلوجات مثلا، يكون في الشارع مثلا أو حاجة، نحط في الكاميرا ستاند. هو بتاع. بس حاسس إن الماتيريال تعبان خالص. بص الماتيريال، بص الماتيريال يا جدعان، شايفين الحديد ده؟ الماتيريال كحيان على الآخر، وأصلا البتاعة دي أكبر من الستاند نفسه، فأكيد الماتيريال تعبان. تمام؟ ده أول حاجة. ده تقرير 2 من 5، عشان ممكن لسه مجربتهاش، فممكن نحتاج ان يعني تستفيدنا بفيديوهات جديدة جاية يعني ان شاء الله. طبعا يعني مديها من 2 من 5 عشان الماتيريال تعبان. واللي يقول لي انت ليه مش بتدي من 10، لا انا بدي من 5، ما حدش بياخد في باله. الماتيريال تعبان خالص، فنخش. بصوا الماتيريال هنا اهو تعبان خالص.
بس ان شاء الله يعني تفيدني، يعني ان شاء الله يعني تفيدني خالص. الاول ممكن معنا هسيب لكم السعر وكل حاجه هنا. لا نبدا بده، ده باين عليه الميكروفون زي ما انتم شايفين. نفتحه نشوف جوه ايه. حلو والله، الميكروفون مثلا يساعدنا في التصوير وكده. حلو، عجبتني الميكروفون ده. انا كنت محتاج يعني ميكروفون، كنت هجيب ميكروفون بويا، بس حلو الميكروفون، بس هو مش طويل يعني جدا. بس يا جدعان هو ده كده يعني. مثلا لو بصور فلوج مثلا وبعيد او حاجه وحاجات من دي يعني مثلا مش هتنفع خالص، لما تكون الكاميرا بعيده عني وكده مش ممكن ما يوصلش. بس حلو يعني ماشي بجد الغرض. حلو، بس يا رب يكون شغال عشان طبعا التوصيل، بس هو جوه مصر يعني ان شاء الله يكون شغال. يكون ده تالت حاجه في الكيس اللي كان معنا ده. تالت حاجه تمام، دي تالت حاجه نشوفها هي. باين عليها كاميرا يا جدعان عشان تطلع. ايوه مغلفينها تغليف اساسا، انت وانت مصلحها تبوظها. شكلها كاميرا سكان يعني مش شايفين الكاميرا. استنى خلينا نجربها هنا كده، نحطها في اللابتوب. بس انا مش عارف يعني، اكيد لازم تنزل لها برنامج. بس انا اشوفها بس هتنور ولا شغاله. انا اهو نورت يا جدعان يعني معناها شغاله. وهنا زرار الاون والاوف. والجهاز بدأ يقرا في حاجة وصلت على الكاميرا وتحطها كده من فوق. لو انت مثلا بتعمل فيديوهات وغيره يعني ماشي تمشي الغرض. بما ان انا يعني المفروض اكون ستريمر وكده، فتكون دي مثلا جودتها حلوه ان شاء الله وتنفعنا في الفلوس وكده. لما نلعب بي سي كنت بعاني يعني من المشكله دي، ان انا ما عنديش كاميرا في سكان. طبعا احلى حاجه هم الثلاث حاجات دول. احلى حاجه في البوكس طبعا ده طبعا. لو انت من العشاق بتاع ده متنساش تحط لها لايك. وده اول حاجه عجبتني في البوكس. تاني حاجه الميكروفون ده ان شاء الله. تالت حاجه البتاع دي. ورابع حاجه الستاند ده. واخر حاجه طبعا مش عارف هما جايبينها ليه اصلا. المكنه دي اصلا بص واحد مستعملها يجي 500 مره قبلنا. خلينا نشوف اللي بعد البوكس التاني ده. حلو ايه ده؟ اول ما فتحناه كده، اول ما فتحت يا جدعان ده اول حاجه في البوكس ان هو ستاند. باين على الستاند طبعا. ستاند يا جدعان حلو ماشي، بس ملوش قاعده. باين ملوش قاعده يا جدعان. باين ان انت بس ستاند تمسكوا الفلوجات اللي هو كده ماشي تمام. استنى نشوف البتاع اللي شكلها البتاع للاضافه اللي هي يعني بتاع شكلها للإناث. أول الفيديو دي هي البوكس شكلها بتاعت دي تمام. هدور على بتاعتها ممكن نلاقي برضو في البوكس هحط لنا واحدة تانية. كل حاجة في البوكس. أول حاجة كمان طبعا مع بعض دي عارفين الخلع ده أساسا تمام. في واحدة تانية يا جدعان معاها هي دي شكلها بتاعتي عشان نفس الماتريال فاهمين، نفس الخامة دي من دي. الجديد بص الخامة غيرها خالص، فهي دي أكيد يعني دي بتاعتي كده. بصوا يا جدعان بتاعتي حاجات تعبانة أكيد يعني. أنت هتجيب صندوق عشوائي طبعا هتجيب حاجات تعبانة. أنت لو جبت حاجات بس بتبقى بسعر رخيص طبعا. مش مركبة هي كده، هي بس واحدة هو السن ده كده شغال بعتبر على الفيديو. تاني حاجة بتاعت هو ده أنا بتاع ستريمر ولا بتاع مكتبة ولا إيه بالظبط؟ جايبلي دباس، جايبلي دباس وكمان بالدبابيس بتاعتي يعني. بص تكرم والله تشكر خالص. اللي لو أسألكم أسئلة حط حاجات اللي أنت مش عايزها عشان يجيبوها لك تمام. أنا مش عارف إيه هو اللي جابوه ده. تاني حاجة معانا البتاع ده كان الكيس كحيان أساسا ده طبعا ليد باين عليه إن هو ليد.
استنى نحطه في الفيشه نشوف شغال ولا لا. بس ايه ده؟ بس هنا حاجه باينه احسن من هو ده الليد يا جدعان. بعد ما طفيت لكم النور وحطيته باين عليه ليد قوي يعني. نحط الزينه هنا كده مثلا ورانا ولا حاجه، تمام. يعني حلو ماشي قد الغرض. حاجه عجبتني يعني ممكن نستعملها مثلا في جرافيك ورانا ولا حاجه. فدي تكون تاني حاجه معنا في البوكس، ودي اخر معنى في حاجه في البوكس وفي الكيس التاني برضو. اخر حاجه ان هو باين عليها ان هنا رسمه ستاند وهنا ستاند. فخلينا نشوف يا رب يكون ستاند عادل مش زي الستاند ده بس مش عارفين نركبه بتاع عشان لحد بسم الله. يا جدعان هحطلها خطانه زي ما كنت بتاع ده امانا يعني. هو ده الستاند، ما مش جايبين معاه البتاع اللي بتركب هنا. فين البتاع التانية اهو؟ يبقى دي بتاعتي يا جدعان. البتاع دي اخيرا عرفنا دي بتاعتي البتاع ده. الستاند اللي مو مركبه وده يا جدعان الماتيريال تعبانه باين عليها بس مش راضي يتعمل يعني. انا مرة مفكه اهو خلاص. ده شكل الستاند يا جدعان بعد ما عملناه وربطناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي قد الغرض برضه في الفلوجات مثلا التحديات. انا واخويا اللي بيصورني يعني. فممكن نعمل تحديات مع بعض يعني ونستخدم الستاند ده ونعمل تحديات مع بعض مش محتاج حد يصور. ماشي بس بصوا شايفين يا جدعان الماتيريال من يعني لو عملت كده هتكسر. بص الماتيريال تعبان على الاخر بس حلو يعني قد الغرض. ان شاء الله نجربهم كلهم ونقول لكم التجربه في الفيديو. ودي تكون كل حاجه معنا في البوكس اللي اشتريناها ب 500 جنيه. هل البوكس لما اخش اشوف اسعار الحاجات اللي بعتها لنا دي، نخش في على امازون مصر واشوف اسعارها، هل فعلا يعني اسعار البوكس تستحق ولا اي كلام وفي كده؟ انا مستفدت يعني نص البوكس ماشي استفدت منه، النص التاني ما استفدتش حاجه خالص. تمام ماشي. ودي تكون نهايه الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.